السلام عليكم متتبعي قناة عالم نور، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. والفيديو ديال اليوم ان شاء الله يلقاكم وانتم في احسن الاحوال كيف ديما. كنتمنى من كل اعماق قلبي انه الفيديو ان شاء الله ينال اعجابكم. اليوم ان شاء الله غنوجدوا رزيزه مع بعضياتنا. الا كنتو نتوما من الناس اللي كيحماقوا عليها وما كيعرفوش يوجدوها وكنتو بحالي، فاليوم ان شاء الله غادي نخليكم تعرفوا انكم توجدوها. غنبداو على بركه الله. بالنسبه هنايا للدقيق عندي 3 زليفه الفورس، عندي واحد المعلقه صغيره ديال الملحه، عندي الماء عادي الروبيني، غادي نحتاج واحد المورسو ديال الزبده، وغادي نحتاجو ايضا الزيت. على بركه الله غادي نديرو هذيك العجينه ديالنا، غادي نعجنوها. غادي نبداو ان شاء الله يا ربي، غادي نخلطوا فقط كما قلت لكم الفورس، الملحه والماء عادي، الماء غير الروبيني. بالنسبه للعجينه هنايا باش تكون ناجحه معنا هاد العجينه ديال الرزيزه، خصنا نعجنوها وهي قاصحه، يعني نخليوها قاصحه وندلكوها مزيان مزيان. هادي الا بغينا رزيزه تنجح معنا. صراحه كنت انا من الناس اللي كيحماقوا بزاف على الرزيزه، ولكن ما كنتش كنعرف نصايبها. كنشكر السيده هناء اللي وراتني الطريقه، كنشكرها من كل اعماق قلبي. وصراحه كانت اول مره كنوجدها معكم في هاد الفيديو هادي حتى انا، يعني ما تخافوش منها، غير توكلوا على الله ووجدوها، فراه غادي تنجح معكم 100%. كيف ما كتشوفوا هنايا انا درت العجينه هنايا في العجانه كتعجن. كنضيف ليها الماء شويه بشويه، حيت خصنا ضروري كيف ما كتشوفوا، يعني خصنا ضروري العجينه تبقى لينا قاصحه وتدلك مزيان كيف ما قلت. هذاك الشيء علاش كتشوفوا كل مره كنقلب هذيك العجينه، حيت خفت انني ندير القياس ديال الماء زايد. هذاك الشيء علاش بقيت كل مره كنقلبها فين وصلات وكيفاش وصلات. يعني غنبقى كنضيف كيف ما كتشوفوا الماء شويه بشويه، يعني حتى غادي نشوف هذيك العجينه صافي راه هي وجدات. كيف ما كتشوفوا غادي نخليها غادي تدلك شي شويه، ومن بعد عاد غادي نعاود نوريكم الطريقه. صافي كيف ما كتشوفوا هنايا تقريبا عندي العجينه صافي وجدات. غادي نحبس العجانه وغادي نحيدها، وغادي نحطها فوق سطح العمل، وغادي نرش شي شويه ديال الدقيق، وغادي يعني غندلكها واحد شويه بايدي، غير شي شويه هكايا باش يعني القياس اللي انايا بغيتو. صافي ومن بعد غادي نبدا كنقطع فيها. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا صافي من بعد ما قديت العجينه غادي نقطعها هكايا لواحد القطع صغيره ولا مرصويات صغارين. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا غنخليها بهذاك الشكل الطولي ديالها، حيت انا محتاجه له بحال هكاياك. صافي الناس اللي بغاو يجيبوا العبار هو هذاك، فكنتمنى انكم ديروها في الميزان وتعبروها. انا فقط درت غير عيني ميزاني وجاوني في قياس واحد. صافي كيف ما كتشوفوا هنايا خديت الدقيق، رشيته فوق من سطح العمل. صافي وبديت كنطلق في هذيك العجينه بالمدلك. كيف ما كتشوفوا كنطلقوها بشكل اللي هو طولي، وكان يعني ضروري ما نديرو الدقيق مزيان، حيت حنايا غنديرو وحده فوق من وحده. يعني خصنا نديرو الدقيق بزايد باش هكذا ما كتبقى يعني ناشفه هذيك العجينه ديالنا. غادي ناخذ كاسرونه هنايا، غادي ندير فيها تقريبا نص زلافه ديال الزيت وواحد المورصو ديال الزبده، وغادي نخليها كتذوب. هنايا كيف ما كتشوفوا درت الماكينه تقريبا على رقم جوج. كنعاود فيها هذيك العجينه، وغادي ناخذ واحد البلاطو اللي غادي نحطها فيه. صافي كناخذ هذيك الزبده والزيت وكنرش هذيك العجينه ديالي كيف ما كتشوفوا، كنسقيها بهذيك الزيت والزبده. صافي غادي ندير فحال هكايا، غادي نعاود عاوتاني وحده اخرى كيف ما كتشوفوا. غنولي نطلقها دائما، ما كنطلقهاش في رقم واحد، يعني في رقم جوج باش كتبقى لينا شي شويه غليظه، حيت غنوليو مازال ندوزوها عاوتاني في الماكينه. ما خصهاش تجينا رقيقه بزاف.
باش بهذا الشكل هذا ما غاديش تقطع لينا. كما العادة يعني غادي نعاود حتى هي نرشها بالزيت وبالزبدة، وغادي نرجع هداك الطريف بحال هكاياك، غادي نستمر بهاد العملية حتى غادي نسالي هاديك الكمية كلها اللي عندي ديال العجينة. صافي هنايا من بعد ما ساليت غادي ناخد داك الراس التاني ديال الماكينة ديال الرزيزة، فغادي نركبو، غادي نبدا كندوز فيها العجينة على هاد الشكل هذا، كتخرج لي على شكل خيوط. كناخد المدلك اولا اي حاجة عندكم هكايا بشكل طولي اللي نقدروا اننا نلويو فيها هذيك العجينة. صافي غادي نبقى كندوز فيها وكنلوي في نفس الوقت على داك الراس المدلك. كنتمنى انه الطريقة تكون واضحة كيف ما كتشوفوا. صافي من بعد ما كنسالي فكنهبطها من المدلك، فهي كتهبط بكل سهولة، يعني ما تخافوش منها. كتجي على هاد الشكل هذا. صافي غادي نخليها ترتاح شي شويه وغادي ندوز عاوتاني باش غادي ندوز هذيك العجينه مازال اللي باقا ليا، غادي نعاود وحده اخرى معكم كيف ما كتشوفوا. صافي غادي نبقى كندوز العجينه بحال هكايا، وحنا غاديين حنا كندورو في هذاك المدلك ديالنا باش كنجمعوا فيه العجينه. هانتومايا كتشوفوا معايا الطريقه. صافي هكذا كنجمعوا غير هادوك القنيتات اللي عندنا في الاخر، وكنهبطوا عاوتاني العجينه مازال، وكنخليوها كترتاح شي شويه في البلاطو ديالنا. هانتومايا صافي غادي نستمر يعني بهاد العمليه هادي تنسالي كاع العجينه اللي عندي، ومن بعد غادي عاد نخليها فاش غادي ترتاح كيف ما كتشوفوا على هاد الشكل هذا. غادي نحطها وغادي نحاول نقرصها شي شويه. فما تخافوش منها، صافي غير كتكون ارتاحت كنقدروا اننا نديروا هاد العمليه. صافي غير كنضغطوا عليها شي شويه من الفوق كتهبط، حيت كتكون العجينه عندنا صافي تطلقات مزيان. صافي هنايا تقريبا كنت ساليت الكميه كلها اللي عندي، غادي نضغط على هذيك العجينه من بعد ما ارتاحت صافي باش نبدا الطياب ديالي كيف ما كتشوفوا. صافي بالنسبه ليا الكميه اللي عطاتني 3 ديال الزلايف ديال الدقيق فهي هذه. دابا غادي ندير المقلة، غادي تسخن فوق من البوطة كيف ما كتشوفوا. من بعد ما غير المقلة عادية اللي كنطيبوا فيها مسمن ديالنا. صافي من بعد ما سخنت ليا المقلة مزيان، فانا غادي نحط هادوك الرزيجات ديالي غادي يطيبوا بهذا الشكل هذا. فعندي مقله اللي هي كبيره بزايد، يعني صافي هزات ليا 3 ديال الحبات. صافي غادي نخليهم. بالنسبه هنايا النار فهي نار متوسطه، يعني ماشي ناقصه بزاف، وفي نفس الوقت ما غاديش نديروها مجهده بزاف باش ما تصدقش تحرق لينا الرزيجه وتبقى لينا يعني خضره من الداخل ما طيبش. صافي كيف ما كتشوفوا كيجي كنطيب لينا الجهه الاولى كنقلبوها وكنخليوها كتحمر. ما كنحتاجوش نرشو الزيت ولا شي حاجه لحقاش عطيناها الزبده، ما كنحتاجوش للزيت. وكيجي هذا هو الشكل النهائي ديال الرزيزه ديالنا من بعد ما كطيب. هنايا صراحه انا قدمتها فقط مع العسل.
تقدروا انكم بغيتوا ديروها يعني رفيسه فكتجي رائعه جدا. المهم غادي نولي نشارك معكم ان شاء الله الفيديو ديالها. انا فقط بغيت غير نوريكم هنايا الشكل ديالها وكيفاش نقدروا نطيبوها، نحطوها هكايا في الكوتي اولا نسقيوها بالمرقه ديال الرفيسه اللي بغيتو. فانتم كتشوفوا كيفاش كتجي ناجحه، وكانت هذه هي اول مره كنديرها حتى انا وشاركتها معكم، يعني باش الناس اللي كانوا كي بحالي ما كيعرفوش ليها ولاو يعني تشوفوا انه الطريقه سهله بزاف. كنتمنى انه الفيديو ديال اليوم ان شاء الله ينال اعجابكم، وشكرا لكم بزاف بزاف.